السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس جهود غير مقدعة في القرن العشرين. كان ألكسندر أوبارين عالم بيولوجيا الروسي أول دارويني اهتم بحل قضية أصل الحياة في القرن العشرين، وقد حاول من خلال فرضيات مختلفة طورها في ثلاثينيات أن يثبت أن الخلية في الكائن الحي يمكن أن تنبثق بمحض الصدفة، ولكن هذه الدراسات حكم عليها بالفشل، واضطر أوبارين إلى الاعتراف بما يأتي. قال: لسوء الحظ يبقى منشأ الخلية من أكثر المسائل غموضا في نظرية التطور. وقد حاول أتباع أوبارين متابعة الاختبارات لحل مسألة أصل الحياة، فكانت اختبارات الكيميائي الأمريكي ستانلي ميلر التي أجراها في عام 1953 الأكثر شهرة، فقد زعم ميلر أنه استطاع إيجاد غلاف جوي بدائي للأرض من خلال تجربة مختبرية قام فيها بمزج أنواع مختلفة من الغازات مع بعضها البعض وإضافة الطاقة إلى المزيج، كما ادعى أنه حصل على تركيب عدة جزيئات عضوية أحماض أمينية تشبه تلك الموجودة في البروتينات. ولكن لم تكد تمضي سنوات حتى ثبت أن هذه التجارب التي اعتبرت فتحا عظيما في عالم نظرية التطور عديمة الصلاحية، إذ تبين أن الغلاف الجوي الذي صنعه ميلر يختلف كثيرا عن الغلاف الجوي الحقيقي آنذاك، أي في الجو البدائي للأرض. وبعد صمت طويل اعترف ميلر أن الغلاف الجوي الذي ابتكره غير حقيقي، وكل الجهود التي بذلها الداروينيون خلال القرن العشرين لشرح أصل الحياة باءت بالفشل. وقد أكد هذه الحقيقة العالم الجيوكيميائي جيفري بادا من مؤسسة سان ديغو للأبحاث، حيث قال في مقالة نشرت في مجلة الأرض عام 1998: قال: اليوم ونحن على مشارف انتهاء القرن العشرين ما زلنا نواجه مسألة غير محلولة منذ بداية هذا القرن، وهي كيف انبثقت الحياة على الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.